السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة يا رب. ان شاء الله النهارده انا جايبه لكم طريقة الكفتة، طريقة كده سهلة وجميلة. يا رب يا رب تنول اعجابكم يا رب. شفتوا منظرها عامل ازاي وحلاوتها عاملة ازاي؟ يلا بينا نسمي الله ونخش على مقاديرنا والطريقة بتاعتنا. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا خضار متقطع ناعم، كزبرة وبقدونس وفص ثوم، 3 معالق دقيق بقسماط، معايا معلقة بيكنج باودر صغيرة، معايا كمون، معايا ملح، معايا كزبرة ناشفة، بصلة مبشورة ناعمة مصفياها خالص من المية بتاعتها. نبدأ ننزل بالبصل على اللحمة المفرومة ودقيق البقسماط والخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس بس، والفصين التوم المهروسين، ومعلقة البيكنج باودر. مش قادرة اوصفلك الكزبرة والبقدونس الاخضر دولت بيدوا نفس حلو قوي قوي للكفتة. وهننزل بالكزبرة الناشفة والكمون والملح بتاعنا، ونبدأ ان احنا نقلب الحاجات دي كلها مع بعض لحد ما يختلطوا كلهم ببعض. طبعا لو عندك كبة اعملي فيها اسهل ليكي. انا هنا هكون مجهزة ان شاء الله، عندي صينية حاطة فيها ورق فويل دي كده بعد ما عجنتها ما شاء الله. هكون مجهزة الصينية بتاعتي ومجهزة المية بتاعت البصل، واحط عليها معلقة زيت، وابدأ اجيب الخلة او مستحد من بتاع اللي هو المستحد بتاع السكاكين، او قلم ما عندكيش جيبي قلم اللي هو الازرق ده، وببدأ اصبعي بيه. انا كان عندي قلم فصبعت بيه بالشكل ده كده. بعد ما نصبعها ان شاء الله ونخلصها بحطها في التلاجة نص ساعة على الاقل، نص ساعة بس على الاقل. انت ممكن تصبعيها من الصبح وتحطها في التلاجة تمسك اكتر وبتبقى يعني حلوة كده. تمام زي الفل اهو. ده بعد انا ما دخلتها التلاجة وطلعتها، حطيت المية البصل اللي كانت باقية وبدأت ان انا اغلفها بورق الفويل وادخلها الفرن. ودي بعد ما طلعت بالفرن. ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم يا رب. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو مش تبخلوا عليا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.